الأهلي يتعادل مع البنك الأهلي في مباراة لا نستحق التعادل بأداء كارثي من لاعيبة النادي الأهلي، وما زال علامات استفهام كبيرة جدا على مشاركة الشناوي رغم أخطائه الكبيرة في كل مباراة بيشارك فيها. أشرف بن شرقي أيضا أثناء تنفيذ الكرة الثابتة أنت واخد القايم القريب، لا بتغطي على القايم القريب ولا عينك على الكرة ولا ليك لازمة أن أنت واقف في المكان ده. وأحمد عيد خطأ، الراجل قطع من قدامه، الشناوي ما فردش إيده. أنا مش عارف اللعيبة دي متواجدة في النادي الأهلي ومش عارفة تقوم بالأدوار الدفاعية إزاي. شوط أول النادي الأهلي لا فيه دفاع ولا فيه هجوم ولا فيه خط وسط، وأداء تائه طول المباراة. مفيش إلا تريزيجيه اللي بيحاول هو لوحده، ولكن باقي الفريق خارج نطاق الخدمة. الشناوي ما ينفعش انه يلعب اساسي على شوبير، احمد بيكهام ما ينفعش انه يشارك في النادي الاهلي، كوكا ما ينفعش انه يلعب مع النادي الاهلي اساسي، احمد عيد مش ده الباك اليمين اللي يلعب في النادي الاهلي، طاهر محمد طاهر نفس الكلام. يعني انا هنفضل لحد امتى؟ يعني لحد امتى المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ احمد السيد زيزو ما كانش بيجي له برد في النادي الزمالك، دلوقتي جه النادي الاهلي بيتصاب اثنين وخميس. انا مش عارف انا والله ايه يا جماعه، في ايه الصفقات وايه اللعيبه؟ الاهلي مستواه زي الزفت. مباراة يانج بعد بطولة افريقيا كسبنا من بعد خطأ حارس مرمى فتح المباراة، مباراة الدوري ايضا خطأ فتح المباراة الماضية جبنا جون في افريقيا برضو قدام يانج بالتعادل بخطأ من الفريق. ما بنجيبش اخطاء، ما بنجيبش اجوان الا لما يكون فيها اخطاء، غير كده ما بنجيبش. بالمنظر ده لا دوري ولا افريقيا ولا اي حاجة، موسم صفر للنادي الاهلي. محدش يقول لي بقى ده انت ضاغط على الفريق واللاعيبه لعبت مباراه كويسه والبنك الاهلي بيدافع، كل الفرقه هتلعب قدامك كده، يبقى هنتعادل بقى ونخسر. نتمنى حلول من ياسس روب.